صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل احلى جرس طريه ما شاء الله. الجرس الطريه الفلاحي طريقه سهله جدا. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق ومعلقه كبيره كده من السكر وعليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه. وعلشان اشوفها شغالة يعني ولا لا، هي شغالة وما شاء الله حلوة. بس انا برضو علشان انتوا ما تبوظوش الدقيق وتبقوا تعملوا الاختبار ده للخميرة، علشان في اوقات كده بنجيب خميرة ما تبقاش كويس، فنختبرها قبل ما ننزل ايه ونبوظ كل حاجة. حطيت عليها على المعلقتين السكر معلقة الخميرة ومعلقة كبيرة من اللبن، وبدأت ان انا ادوبهم. وحطيت ذرة ملح على الدقيق سنة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونزلت بكوباية سمنة بلدي، ممكن كوباية السمنة البلدي دي نستبدلها بكوباية زيت، نستبدلها بزبدة، اللي متوفر عندك عادي شغال. بس بالسمنة البلدي صراحة بتبقى طعم بيبقى يعني بيروح في حتة تاني خالص غير الزيت وكل الكلام ده. السمنة البلدي صراحة بتخليها ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. كبيته على كيلو الدقيق وبدأت ان انا كده ابس الدقيق لغاية ما احس ان خلاص الدقيق كله اتشرب السمنة بتاعتي. بعد كده نزلت بالخميرة ومعلقة اللبن اللي هي حط عليهم السكر. ممكن برضو نستغنى عن اللبن ونحط مية، بس احنا عايزين الفطير بتاعنا يبقى ايه، يعني إيه، مغذي كده وفيه قيمة غذائية تبقى حلوة. يعني يبقى فيه سمنة بلدي تبقى فيه قيمة غذائية، لما بيبقى فيه برضو لبن بتبقى فيه قيمة غذائية. ممكن عادي خالص ان احنا نستغنى عن اللبن ونحط مية، فدي حاجة براحتك انتي. كان اللبن ده في شوية، وبعدين اللبن اللي كان موجود معايا ما كفاش يعني. الكوباية دي كبيرة بمعيار كوبايتين من الكوباية السمنة. يعني شفت كوباية السمنة دي، الكوباية دي بكوبايتين منها. فحطيتها واحتجت يعني حوالي ربع كوباية من المية تاني. وممكن في دقيق ما يحتاجش منك اي سوائل. فانتي وممكن في دقيق ياخد اقل كمان من كوباية اللبن اللي انا عملت بيها دي. فكل نوع دقيق بيختلف عن التاني خالص. فالسوائل دي على حسب نوع الدقيق اللي بيبقى موجود معاك. طبعا لو عندك عجان ممكن تعجني فيه عادي خالص، بس انا صراحة بحب اعجن على ايدي. ما شاء الله العجينة بقت طرية، شايفين ما شاء الله طرية جدا. هي بتاخد وقت في العجن شوية، وشايفين الطبق نضف وبقى زي الفل. ده تعرف ان العجينة ما شاء الله ان هي حلوة. عجنتها طبعا كويس جدا حوالي 10 دقايق. لان انا بحب العجن على ايديا. وعندي العجان. انتي لو عندك عجان وممكن تعجني فيه عادي، عايز تعجنيه على ايدك زيي اعجنيها برضو عادي، اللي يعني اللي ترتاحي فيه اكتر. جيت اغطيها بالاسترتش رول، يعني ما ملزكش كده في الطبق، فجبت طبق اكبر من الطبق وغطيتها كويس. المهم ان انا اغطيها واخليها في مكان دافي لمدة ساعة لغاية ما تخمر. خدت منك اقل من من ساعة عادي، خدت اكتر فعادي. فالمهم ان هي دلوقتي بعد ما تضاعف الحجم بتاعها، بدأت بقى ان انا خلاص كده هبدأ ان انا اكورهم قد مثلا البرتقانة الصغيرة. آه، التقطيع ده والتشكيل على حسب الرغبة بتاعتك، حاباهم يكونوا اكبر من كده، حاباهم يكونوا اصغر من كده، يعني زي ما انت حابة الفطيرة على الحجم اللي انت حابة يعني تبقى فيه. حباها تكون كبيرة، حباها تكون صغيرة، زي ما انت حابة. يعني انا كنت حابة ان هي تكون وسط، ولا صغيرة جوي ولا كبيرة جوي. ما شاء الله العجينة طرية، بتتشكل بكل سهولة. يعني بصوا ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يا ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. كانت طرية جدا وبتتقطع كده معايا بكل سهولة. من العجائن الحلوة. يعني انا بحب صراحة الجرس الطرية دي جدا، بحب اعملها في الشتاء. تنفع للمدارس، ممكن تفتحها للولاد كده من النص وتحط في قلبها جبنة. ممكن تحطيها كده مع كوباية شاي الصبح، فطار، او كوباية حليب اللي هو اللبن يعني. زي ما انت حابة كده صراحة، بتبقى حلوة، بتبقى خفيفة الصبح كده، او مع قطعة جبنة نستون، زي ما انت حابب. بعد ما قطعت يعني
الصاج ده ببدأ ان انا افرده كده بالكفة بتاعت ايدي علشان الصوابع ما تعلمش على الفطيرة. دهنا الصجام بزبدة، ممكن تدهنوها بزيت او سمنة، بس صراحة الزبدة بتخلي الفطير ما يلزقش معايا ويحمر كده ويطلع معايا بكل سهولة. هوريكم بعد ما يستووا انه طلعوا معايا بكل سهولة من الصاج وما لزجوش مني، وفي نفس الوقت واخدين لون كده حلو من تحت. فصراحة الزبدة بتبقى حلوة جدا لما بحطها، يعني بدهن بيها اي حاجة صراحة بتبقى حلوة. فزبدة او سمنة حلوين، وزيت برضو حلو، مش وحش. المهم ان احنا ندهن مادة دهنية في القاع بتاع الصينية او الصاج او الحاجة اللي هنعمل فيها، ندهن يعني فيها اهو. بعد ما قطعت باقي الكمية اهو خلاص، ببدأ شايفين بالكف بتاع ايدي، وببدأ اضغط مش بالصوابع علشان الصوابع ما تعلمش يعني في الفطيرة. انا الحاجات اللي في الزوايا دي بعملها بالصوابع، وهرجع بكف ايدي اضغط عليها علشان ما تبقاش الصوابع كده معلم على الفطيرة، عشان الفطيرة يبقى شكلها كده حلو. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله، الله اكبر. الكيلو طلع كمية حلوة جدا. ويا سلام بقى على ريحة البيت والشقة، بتبقى ما شاء الله اكن الفرن بتاع الفطير في البيت، الفرن اللي احنا بنعدي عليه في الشارع كده وتبقى شامة الروايح. بصوا ما شاء الله، كان النور رايح فطلعت الصواني بره علشان اصورها لكم. بصوا مش لازق ازاي في الصاج، بيطلع كان لسه سخن ولسه مطلعاه من الفرن. ما شاء الله، الله اكبر، طالعين زي الفل. يا رب يحسن ما بين ايديك وتعملوا حياة احلى من كده. شايفين ما شاء الله طري، وبصوا دايب دوب بيدوب والله العظيم في البوك. يا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، وتعملوا حياة احلى من كده. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة.